صار انا في حياتي ما خليتكش حقيتي حاجه، خدمت وكديت باش نجيب لك كله. كنت دائما يوميا نقول لك صراحه نومتي لو كانت غيبتي ولا واحده من خيافي انا نموت. صدقيني صار راني ميته، راني حرمت روحي من صوالح بزاف على جالك غير انتيا. صار كل ما نوضتك للصلاه على الفجر وليت ما نقدرش نصلي بلا بيك. كنتي تصلي معايا تنوضي معايا صار صباح تنوضي معايا والعشيه تعشي معايا نديرو في العشاء كيف صار كيف قدرتي تروحي وتخليني. راني ما نحوس والو، صار رجعي برك، صار نشوفك، صار نمزق بيدي، صار نحوس نعنقك اي غير غطره معليش ولا حب ربي يديني. بربي السلطات تاخذ اجراءات وتعاوننا، يعني الانسان لا حول ولا قوه له. ونروحوا لحاكم البلاد الرئيس تبون، هو اللي عنده سلطه في البلاد هذه، ما كاش هو اول سلطه واخر سلطه في الجزائر. الناس دوه صار زيدي في عمرها 16 سنه، عينيها مش خضر، عينيها نوازت يعني ماغو. 20 يوم ما شفتهاش، زعما حسيت روحي راني نمشي وانا ميت. وكم خاوتي اذا كان الميت يدفنوه خطره ويدخلوه تحت في قبره، انا صار في كل دقيقه راني ندفنها وفي كل ذكرى راني نخرج. مفقودة سارة زيدي الساكنة بقصر البخاري ولاية مدية. أنا بنتي سارة كأي طفلة كما صحاباتها هكذا. يوم الثلاثاء 2 ماي خرجت صباح ذاك اليوم النوية نتاعها اللي تقرأ فيها. خرجت على 8 غير 20 عادي تروح تقرأ. حوالي الساعة 1 تلقيت خبر باللي سارة بنتي بالموفى تجي تفطر يوميا على 12:30. سارة بنتي غايبة على المنزل وما جاتش. في ذاك الوقت ما كنتش دايره حساب، كنت دايره حساب كاش استاذ ولا استاذه مثلا عندهم كاش درس ولا عندهم كاش حاجه، ولا استاذه الموسيقى شدتهم. توجهت انا والوالده تاعها المؤسسه باش غير نستعلموا هذا مكان. كي وصلت صبت حارس المدرسه قال لي ما كاش اللي راهم في الليسي كامل حيدخلوا على الزوج وما كاش بنات لداخل كاين والو. من بعد بقيت واقفه زعما قدام الليسي، قلت يمكن بنتي راحت مع صاحبتها على كاش بحث ولا على كاش قرايه ولا مش عارفه، الا انه هذه ماشي مفدين. بربي السلطات تاخذ اجراءات وتعاوننا، يعني الانسان لا حول ولا قوه له. ونروحوا لحاكم البلاد الرئيس تبون، هو اللي عنده سلطه في البلاد هذه، ما كاش هو اول سلطه واخر سلطه في الجزائر. الزوج غير 20 بداو الدراري يتوافدوا على المدرسه تاعهم على ثانويه. بديت زعما نسقسي حنوتي، زعما نقول لها حنوتي تي واش من سنه تقرا، حنوتي تي واش من سنه تقرا، علميه ادبيه. تقول لي طاطا انا ادب. نقول لها ما تعرفيش ساره زيدي، تقول لي لا. وصلت زعما حتى وصلوني البنات ثميه قالوا لي زعما تاع الكلاسه تاعها كانوا عارفينها بلي حتتغيب ذاك النهار، بصح انا ما وصلنيش خبر. باسكو عليها انا بنتي لاخر دقيقه وفي اصلا في هذوك الايام كامل بنتي كانت طبيعيه تمارس حياتها الطبيعيه عادي. تجيني على 12:30 تروح على الزوج، تخرج على 8 12:30 ترجع تفطر. الزوج غير 20 تخرج من الزوج غير 4 تخرج تتوجه ليكول، تجي على 4 على 5 عادي. انا بنتي ما قلت لها حتى كلمه، ما قلت لي اني متداوسه مع بنات، ما قلت لي اني كارهه حياتي، ما قلت لي اني حابه نقتل روحي، ما قلت لي وين. كاين مؤشرات نخدموا عليهم، بصح انا بنتي ما عطاتني حتى مؤشرات نخدم عليهم. يعني كي جاني الخبر هكذايا اخر دقيقه كي قالوا لي بنتي ماشي متواجده كامل في ليكول وما قراتش من 8 صباحا، زعما باباها توجه للسلطات، دار تفاعل اخر تاعها زعما على امل زعما صار يمكن غير في الكسر. ديك الدقيقه حنا بدينا نحوسوا في كل مضرب، بدينا نسقسي نروحوا صحاباتها نروحوا من نوجه نداء للسلطات، نوجه من رئيس تبون، الوالي ولاية المدية، الثاني تاع اللي هنايا كاع في قصر البخاري، السلطات تاع قصر البخاري كاع
انه مش يعاونونا، زعما مش عارفه يديروا اللي اكثر من اللي يقدروا عليه باش يقدروا يوصلوا لساره بنتي. انا ساره بنتي صح، انا مانيش نكذب عليكم، يعني لو كان يجي اي واحد من الكارتي تاعهم يعرفها بلي ساره ما تخرجش. ساره كانت من الليسي للدار ومن الدار للليسي، كانت عندها الجمعة والسبت تخرج فيهم الجمعية تاع القرآن، كانت تحفظ القرآن هذا بشهادة الأستاذة تاعها اللي تقريها القرآن، ما تخرج لحتى واحد. اصلا احنا يا عائله محافظه، زعما بناتنا ما يخرجوش وحدهم اثر للمدرسه برك، والناس اللي راهم يشوفوا فيها ويقولوا لي رانا شفناها نتمنى منكم ما تقولوا لي شفناها، وانما نتمنى منكم تحكموها وتجيبوها. سنعنقك غير غطرة معليش ولا حب ربي يديني زارة والله غير ضيعتيني حنوتي، والله انا درت روحي انا نضيعك لو كان نروح، بس عندي ضيعتيني زارة ولفتيني عليك وروح. راك تشوفي فيا حنوتي رجعيلي راك تشوفي فيا حنوتي رجعيلي خطرة واحدة برك حنوتي نشوفك بعيني، ولا حبيت غير نموت حنوت.